تخيل لو في نسخة منك عايشة حياتك نفسها، لكن اختارت اختيارات مختلفة. نسخة يمكن سافرت بدل ما فضلت، اختارت تحب بدل ما تخاف، أو حتى سابت فرصة انت تمسكت بيها. يا ترى النسخة دي كانت هتبقى أسعد منك دلوقتي؟ ده اللي هنعرفه بعد الانترو. تخيل لو رجعنا شريط حياتك لورا، مش للحظات الكبيرة، لكن للحظات اللي كانت عادية جدا وقتها. رسالة ما ردتش عليها، مكالمة ما عملتهاش، فرصة أجلتها ليوم تاني، قرار أخدته بسرعة لمجرد إنك كنت متوتر أو متردد أو خايف. علم النفس بيقول إن أغلب مسارات حياة الإنسان مش بتتحدد بقرارات ضخمة زي ما بنتخيل، لكن بتتحدد بسلسلة طويلة جدا من القرارات الصغيرة اللي بتتراكم فوق بعض. تخيل لو يوم واحد بس في حياتك كنت صحيت فيه متأخر شوية، ففوتت مقابلة، فما قابلتش شخص معين. الشخص ده كان ممكن يبقى صديق أو شريك حياة، أو حتى سبب في تغيير طريقة تفكيرك. في نظريات اسمها نظرية التأثير المتسلسل، واللي بتقول إن حدث بسيط جدا ممكن يغير سلسلة أحداث كاملة بعد كده. وده بيخلي السؤال يظهر بهدوء: هل النسخة التانية منك بدأت أصلاً من لحظة صغيرة جدا أنت ما أخدتش بالك منها؟ خلي بالك من حاجة غريبة بتحصل جوه عقل الإنسان، إنه دايماً بيتخيل إن الطريق اللي ما اختاروش كان أسهل وأجمل وأريح. وده له سبب نفسي معروف: العقل بيحب يكمل السيناريوهات الناقصة بصورة مثالية. يعني لو ما قبلتش وظيفة معينة، عقلك غالباً هيتخيل إنها كانت هتنجح جداً، لكن عمره ما هيوريك الضغوط ولا المشاكل ولا احتمالية الفشل اللي كانت ممكن تحصل. في علم النفس ده اسمه التحيز للبديل المجهول. الإنسان بيميل يدي قيمة أكبر للحاجة اللي ما جربهاش، لأنه ببساطة ما اختبرش عيوبها. تخيل لو النسخة التانية منك فعلا اختارت الطريق اللي انت شايفه أفضل، لكن الطريق ده كان فيه تحديات تانية ممكن كانت تكسرها نفسيا أو تغيرها لشخص مش مرتاح جواه. يمكن النسخة دي كانت ناجحة أكتر، لكن أقل طمأنينة أو أقل استقرار أو حتى أقل شعور بالانتماء. الدراسات النفسية بتقول إن في حاجة اسمها التكيف النفسي. الإنسان عنده قدرة غريبة إنه يتعود على أي وضع تقريباً، سواء كان نجاح كبير أو حتى خسارة صعبة. ناس كتير جداً بتفتكر إن لو حياتها كانت مختلفة كانت هتبقى أسعد، لكن الأبحاث بتقول إن مستوى السعادة غالباً بيرجع لنقطة قريبة جداً من طبيعته الأصلية بعد أي تغيير كبير. يعني ممكن النسخة التانية منك توصل لحاجات أنت شايفها حلم، لكن بعد فترة هتحس إنها بقت عادية وتبدأ تدور على حاجة تانية ناقصة. وده بيخلي السؤال يتحول من هل الطريق التاني كان هيخليني أسعد إلى سؤال أعمق شوية: هل أنا أصلاً بعرف أكون راضي عن الطريق اللي أنا فيه؟ لأن في أحيان كتير السعادة مش مرتبطة بالمكان اللي وصلت له، لكن مرتبطة بطريقة نظرتك للمكان ده. تخيل لو النسخة التانية منك اختارت الطريق اللي دايما بتفكر فيه، لكن بسبب الطريق ده ما قابلتش ناس مهمين في حياتك دلوقتي، ما عشتش لحظات شكلتك، ما تعلمتش دروس خلتك أقوى. علم النفس بيأكد إن شخصية الإنسان مش بتتكون من النجاحات بس، لكن بتتكون بنسبة كبيرة من الإخفاقات ومن التجارب اللي كانت مؤلمة لكنها علمته حاجة. يمكن النسخة التانية منك كانت هتتفادى أخطاء كتير، لكن يمكن كمان كانت هتفقد الحكمة اللي الأخطاء دي خلقتها جواك. أحياناً الحاجات اللي بنعتبرها اختيارات غلط هي نفسها اللي بتخلق أعمق جزء
في شخصية الإنسان. لو بصينا للموضوع بمنطق أهدى، يمكن السؤال نفسه فيه خدعة صغيرة. إحنا دايماً بنفترض إن فيه نسخة أفضل، لكن الواقع يمكن بيقول إن فيه بس نسخ مختلفة. كل نسخة فيهم هتعيش مجموعة مختلفة من اللحظات، ومجموعة مختلفة من الفقد، ومجموعة مختلفة من الفرح. السعادة يمكن مش نقطة ثابتة بنوصل لها، لكن حالة بتتغير حسب طريقة فهمنا لحياتنا. وده يمكن يخلينا نشوف الفكرة بشكل تاني، إن النسخة التانية منك مش بالضرورة كانت هتبقى أسعد، لكن كانت هتبقى إنسان تاني بتحديات تانية وأحلام تانية وأسئلة تانية. الجزء الغريب إن كل الكلام ده مش عن الماضي بس، لأن النسخ التانية منك لسه ممكن تتخلق. كل مرة بتختار تواجه خوف أو تغير عادة أو تجرب حاجة جديدة، أنت حرفياً بتبدأ تصنع نسخة مختلفة منك. مش نسخة مثالية، لكن نسخة أقرب للحياة اللي أنت شايفها مناسبة ليك. يمكن الإنسان مش بيقدر يختار كل ظروف حياته، لكن بيقدر يختار رد فعله اتجاهها، وده أحياناً بيكون أقوى قرار ممكن يغير مسار كامل. يمكن في نسخة منك كانت ممكن تبقى أسعد، ويمكن في نسخة تانية كانت هتتمنى تعيش حياتك أنت بالظبط. لكن السؤال الحقيقي يمكن مش يا ترى كان ممكن تبقى أسعد لو اخترت طريق تاني. السؤال يمكن يكون كام نسخة منك لسه ممكن تتخلق من القرارات اللي هتاخدها من النهاردة. لو الفكرة دي خلتك تفكر، اكتب لي رأيك في التعليقات، واشترك في القناة علشان تتخيل معانا احتمالات تانية يمكن تغير طريقة رؤيتك لحياتك. ويمكن النسخة الجاية منك بدأت تتكون بالفعل وانت بتسمع الكلام ده دلوقتي.